يا مساء الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اللحمه النباتي، وهنعمل منها العصاج بتاع المكرونه البشاميل. وهنعمل منها ازاي، اقول لك ازاي كمان تطلعي منها شاورما، تعمليها يعني شاورما تحوليها لشاورما. وهنفرزها ازاي، تفريزها سهل جدا. وهنطلع من نفس الكميه، هنطلع منها الكريب. طبعا الفيديو ده انا عملت شبيه ليه كتير. بس النهارده الاختلاف ان في ناس كتير سالتني ازاي نعصجها. عندي كوبايتين وربع ميه، وحطيت فيهم نقطتين لون من الاحمر. اللون ده لون غذائي موجود عند محلات مستلزمات الحلواني، وده الدقيق اللي انا بستخدمه. دقيق بيكون مكتوب عليه، اي دقيق بيكون مكتوب عليه لجميع الاستخدامات او لجميع الاغراض هينفع. وحتى لو اي دقيق من عند عطار، من فرن، اي حاجه هينفع. الفرق بس ان هو في دقيق بيديك قطعه لحمه كبيره شويه، وفي دقيق بيديك قطعه لحمه صغيره شويه، على حسب نسبه الجلوتين اللي جوه الدقيق ايه. تمام. هنا انا اللي انا بعجن بيها دي ميه، عليها نقطتين بس من اللون اللي هو الاحمر الغذائي. وعليها معلقه يا اما بهارات، بهارات تكون غامقه، يا اما ده اللي انا مستخدماه بصل بودر، وانا عاملاه في البيت ومغمقاه، انا قصدي اغمقه. بس كده. عجنتها وحطيتها في ميه وسبتها ساعتين، وبعد كده هناخدها نغسلها. غسلها سهل جدا. اول مره بغسلها، يعني اول غسله بشطفها كده في شويه ميه، وبحتفظ بالميه، بفضل اشطف فيها فتره طويله المره الاولى عشان استفيد باكبر كميه نشا، وباخدها وبطلع منها كريم. كده انا بشطفها اهو شطفه كويسه، وهصفيها وهحتفظ بشويه الميه دي. تقدري كل شطفة تحتفظي بالمية لحد ما تستكفي. وكل ما جمعتي مية أكتر فيها نشا من اللي نازل، هتطلعي لك كمية كريب حلوة كتير. هتديك عدد كريب كتير، يعني فاهمة. أنا استكفيت بأول مرة، وبعد كده الباقي المية كنت بشطف وبرمي، بشطف وبرمي لحد ما بقت المية لونها رايق وصافي. ونحس حتة اللحمة اتجمعت معايا اللي هي الجلوتين. بتبقى قطعة صغيرة كده، بتعمل حوالي 400 جرام، وهي عجينة كده 400 جرام. طريقة التسوية أنا عملتها يعني فيديوهات كتير قبل كده، كل مرة بسويها بطريقة شكل. المرة دي هسويها بطريقة برضو حلوة هتعجبكم، عشان تطلع معايا قطعة لحمة متماسكة وناشفة شبه اللحمة الباردة كده، جميلة جدا. كده المية هي خلاص راقت وبقت مية صافية معايا. كده خلاص اهي. دي اخر مرة، مش هشطفها بقى تاني خلاص. المية زي ما انتوا شايفين كده، وزي ما انتوا شايفين منظر قطعة اللحمة في ايدينا اهي، جميلة جدا ومفيش فيها اي نشا خلاص. في اسئلة جاتني كتير على الفيديوهات القديمة، بيقولوا ان احنا عندنا، في ناس عندها حساسية ومش عارف ايه. اللي عنده حساسية قمح او من دقيق القمح مش هياكل دي، معروفة يعني. هنا انا خلاص خدتها في الطبق، وهبتدي اضيف لها شويه توابل على بهارات زي ما انتم حابين. ممكن تحط لها مرقه، مكعب مرق لحمه، بهارات لحمه. تبليها زي ما تتبيلك الحريه فيه. وممكن تسويها على كده وما تتبليهاش خالص، يعني ممكن ناخدها ونسويها على كده. انا بس حبيت احط لها شويه بهارات عشان ايه، بس اعرفكم ان هي ينفع تتبل وهي كده، وينفع تتبل بعد التسويه. اديني بتبلها، بس انا قلت احطها في الكب عشان ايه ما اخدش وقت فيها واقعد ادعك فيها بايدي واعجن فيها كتير تاني. لان كده بيكون عجنها شديد، يعني كده عرقها شديد جدا جدا، يعتبر ده اللي في ايدينا اللي هو العرق بتاع العجين. خلاص انا حطيتها في الكبة وضربتها وخلاص كده اتجمعت وشربت البهارات بتاعتها. هبتدي بقى ايه، اشوف اسويها ازاي. كده ممكن تسويها في كيس حراري، او تلفيها في ورقة زبدة وورقة فويل وتسويها على البخار. انا اللي كان متاح عندي في اللحظة دي اكياس تلاجة، فاخدت كيس تلاجة من الكيس عادي يعني، وحطيتها فيه وعلى البخار اهو زي ما انتوا شايفين. خدت بتاع ساعة، ساعة وعشر دقايق بالكتير. بعد التسوية ده بيكون شكلها، بتكون متماسكة جدا. وانت بتقطعي تحسي انك انت بتقطعي عرق لحمة باردة، جامدة. ماسكة نفسها حلوة جدا والطعم حلو. ان انا كنت حاطه لها بهارات حلوة كتير، حاطه لها ملح وفلفل، وحطيت لها عندي بهارات بطعم الكباب حطيت منها، فكان طعمها حلو جدا جدا. وزي ما انتم شايفين بصوا شديدة ازاي،
يعني بصوا، يعني ما تفرقهاش عن عرق اللحمة البارد لما بتكونوا عاملينه، ويعتبر شديدة كمان عنه. قطعتها بقى طرنشات رفيعة كده في الوقت ده، يعني طالما متبلة ينفع ممكن تتعمل منها سندوتشات لولادك. ممكن تكون بديلة للانشون مثلا، بس طعمها هيكون مختلف لان ما فيهاش توابل اللانشون. آه، قطعتها كده طرنشات، اللي عايز يقدمها كده هيقدمها. انا حبيت اوريكم المنظر ده والمنظر التاني. ممكن تفرموها في مفرمة اللحمة، المفرمة مش الكبة. وممكن تتقطع بايدينا. انا حسيت ان الافضل تتقطع بالسكينة زي ما انا هوريها لكم كده دلوقتي. وقطعت منها شوية، هما كانت الشيبسي اتقطعت معايا وكانت رقيقة جدا وجميلة جدا جدا. زي ما انتم شايفين منظرها عامل ازاي، جميلة جدا جدا اهو. طعمها وريحتها في منتهى الجمال، جربوها بجد مش هتندموا. بعد ما قطعتها كده مسكتهم بقى ايه، قطعتهم العكس بالسكينة. انا هنا حابة اوريكم المنظر بس شكلها، وطبعا بترمي معاكي كمية. يعني رغم ان هي وزنها 400 جرام، بس رامية معاكي كمية تعمل لك كمية سندوتشات حلوة جدا. كده خلاص هقطعها اهو بالسكينة كده، عشان انا كده بجهزها، عشان هعملها لحمة عصاج للمكرونة. يعني كده تعتبر لحمة معصجة هعملها. عشان في حد كان سألني نعملها لحمة معصجة ازاي، فانا عشان كده عملت الفيديو ده. قلت اوريها لكم تتعمل عصاج، تعملي عصاج منها ازاي اهو. الندغة بتاعتها ندغة لحمة، وريحتها جميلة جدا جدا وموفرة واقتصادية. يعني لو عايزة تعملي صينية مكرونة لولادك وحاسة ان اللحوم غالية عليكي، اعملي الوصفة دي. كيس دقيق ب20 جنيه هيعمل لك كل الكمية دي، والنشا اللي بيطلع بيدي كمية كريب كبيرة جدا ما تتخيلوهاش. وبيكون كريب طعمه وريحته حلوة جدا. النشا اللي بيطلع ده ممكن انا بضيف له معلقتين 3 دقيق، وبضيف له معلقة زيت أو معلقتين زيت، ورشة ملح صغيرة، وبعمل منه الكريب. ممكن انت تضيفي كل حاجة زي ما احنا قلنا، وتعمليها كنافة. اللي ليه في رش الكنافة في البيت ويعرف يعملها، هينفع يتعمل منها كنافة. وينفع تعملي منها قطايف، بس هي الكنافة هتكون أفضل. كده اهي خلاص خلصت اهي، قطعناها وكده جاهزة على ان احنا نروح نعملها لحمة للمكرونة، عصاج للمكرونة. معلقة سمنة نباتي معايا، معلقتين زيت، وهنزل ببصلاية كبيرة متقطعة مكعبات. يا دوب احس بس البصلاية طريت شوية. البصلاية دي كنت مقطعاها مجهزاها وحطها في التلاجة ورشلها ملح وفلفل. يعني اصلا طرية شوية، فانا هديها تقلبتين على النار مع السمنة والزيت، بتطرى شوية تاني، واروح نازلة عليها باللحمة تقلبتين. احس ان اللحمة يا دوب سخنت، بس مش محتاجين نسويها، هي مستوية. وطماطمايه وقرن فلفل، طبعا زي ما انتوا حابين تعاملي معاها، كأنك بقى بتحطي بهارات اللحمة المعصجة بتاعة المكرونة. معلقتين صلصة اهو عشان يدوها لون بس شوية حلو. كده خلاص هديها تقلبتين بقى، وكده يبقى ايه، خلاص جهزت معايا اللحمة العصاج بتاع المكرونة. ركنتها بقى على جنب، وحطيت مية للمكرونة، وبعمل بقى البشاميل. هنا مثلا لو هتعملي مثلا 5 كوبايات حليب، هنستبدلهم ب5 كوبايات مية و5 معالق دقيق، وسمنة على زيت الكمية اللي انت حباها. لكل كوباية مية معلقة كبيرة دقيق. هقدم تشويحة وهنزل عليهم بالمية، وهتحطي البهارات بتاعتك عادي خالص، وكل حاجة تمام. عندي بقى هوريكم دلوقتي، عندي بطاطس مسلوقة. بطاطساية كده مثلا مسلوقة، تسلقيها كويس جدا وتهرسيها تنعميها قوي قوي، وتنزلي بيها على البشاميل اللي انت بتعمليه. بتدي طعم حلو جدا، بتدي لون حلو، بتديكي كمان وانت بتقطعي المكرونة، هتحسي ان المكرونة بتتقطع معاكي سهل. دي البطاطس اهي، هاخد منها معلقة كبيرة، انا كنت هرساها ومجهزاها. كانت عندي في التلاجة بصراحة، فاخدت منها معلقة كبيرة، ولو ما عنديش بسلق لها بطاطسية مخصوص. اهي معلقة كبيرة بطاطس مسلوقة ومهروسة كويس جدا جدا، ناعمة خالص. هتتقلب وتدوب مع البشاميل. هتيجي تقطعي المكرونة بعد ما تخلصيها،
هتلاقي المكرونة معاكِ بتتقطّع بسهولة، مش مجلّدة الوش بتاع المكرونة إيه، مش مجلّد كده كإنِّك بتقطّعي في حاجة متماسكة، عشان إكمن ما فيهاش بيض ولا لبن، فإيه هتضايقِك في التقطيع. إنّما البطاطس بتدّيها طعم وريحة، وفي التقطيع بتكون حلوة جميلة. كده خلاص أنا باقلّب في البشاميل وباقلّب شوية في المكرونة وهاخلّصهم ونقفّل بقى صينية المكرونة بتاعتنا. الموضوع كُلّه مش صعب يعني، وهتعجب ولادِك جدًا، جدًا. أنا كمية المكرونة اللي باسلقها دي كانت كيلو وربع، فحسّيت إن هي كتير على الصينية، فعملت صينية صغيّرة تاني منها، هاورّيها لكم برضه. خلاص هنا أنا باحُط باقي البهارات، حطّيت توم بودرة وبصل بودرة، حطّيت كمان كان عندي طعم جايباه من عند العطار اللي هو أطعمة بطعم الجبنة، طعم مش عارفة إيه، باجيب الأطعمة دي بتنفع في وصفات الصيام. خلاص أنا حطّيت مكرونة أهو طبقة خفيفة من تحت، وهاحُط العصار وطبقة مكرونة على الوش تاني والبشاميل، وخلاص على كده. ونخلّصها وندخّلها بقى الفرن، ما بتاخدش وقت، باكون مولّعة الفرن من فوق ومن تحت، نار وسط فوق وتحت في وقت واحد، وبتستوي طبعًا هي مستوية بس عايزينها تاخد لون من فوق ومن تحت، وتاخد وتدّي مع بعضها وكده وخلاص. خلاص أهو. نرُش شوية البشاميل اللي باقيين. يا رب الفيديو يعجبكم. نسوي بقى الوش بتاعها كويس. هنا بقى الكريب أهو، شايفين شكله بيكون شفاف، طعمه حلو، ريحته حلوة، بصراحة جميل جدًا، جدًا. يعني هتستفيدي بكيلو الدقيق كله ومش هترمي منه حاجة. كريب بتعملي كريب بالعجينة السايلة زي أي كريب، بس ده العجينة بتاعته بتكون سايلة أكتر، ومع ذلك بيطلع حلو وطعمه حلو، الكريباية بتكون حلوة متماسكة وطرية. تحطي معاه معلقة زيت ورشة ملح ومعلقتين 3 دقيق مع النشا وخلاص. وادي صينية المكرونة طلعت، و5 دقايق أطلع الصينية التانية اللي هي الأصغر، صينية صغيرة كده. ادي الصينية التانية خرجناها خلاص اهي. الصينيتين طالعين حلوين جدا وفيهم اللحمة باينة، وهنقطعها ونشوفها مع بعض. وادي شكل الكريب جميل جدا، هيديك كمية كبيرة جدا جدا. كل ما جمعت كمية نشا وحافظت على المية اللي انت بتغسلي بيها اللحمة، هتعملي كمية كريب كبيرة جدا. وعملنا المكرونة، وجبات اقتصادية جدا، مش أساسي في الصيام، يعني في أي وقت ممكن تعملوها. ممكن في أيام الفطار تعمليها، تضيفي لبن بدل المية على البشاميل وتعملي وتكملي وجبتك عادي جدا جدا. بجد الوصفة حلوة، إن شاء الله تتبسطوا بيها وولادك كمان هيتبسطوا بيها. موفرة واقتصادية، ولو عملتوها في وسط الأيام مثلا أو في آخر الشهر حلوة جدا. موفرة. وهقول لك كمان ازاي تحوليها لشاورما لو عايزة تعمليها شاورما، كل الخطوات هي هي، بس بدل ما تقطعيها بالسكينة رفيعة قطعيها عريضة شوية. كمان لو عايزة تفرزيها بعد التقطيع على طول، عبيها في أكياس وشيليها تبقى معاكي زي لحمة مفرومة، وتشيليها تكون جاهزة على التحضير على طول. جربوها إن شاء الله تتبسطوا بيها، هي دي طريقة تفريزها وطريقة تحويلها لشاورما. هتبقى جميلة جدا. بس كده، ونشوفكم على خير فيديو جديد، ما تنسوش اللايك للفيديو، ونشوفكم على خير، باي.